انه المسألة مش في مصر بس، يعني الاخت توكل كرماندي يعني دي بقى عايزة لها قاعدة لوحدها دي واحدة في التجمع اليمني للإصلاح، عضو في الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الزراعة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن. عليك أن تسألي الست دي خدت نوبل ليه؟ هو أي حد يديله نوبل كده يعني؟ مناضلة يعني ومكافحة؟ دي هي اللي كانت بتحرض على جيش بلدها، تتآمر على جيش بلدها. والنهارده ده هي موجودة وفاعلة موجودة، والوضع في اليمن كانت هي من العناصر اللي بتشتغل ضده بتعليمات من جماعة الإخوان ولها علاقاتها الدولية والأمريكية. عشان كده لما رشحوها لجائزة نوبل ما كانوش بيرشحوها لأنها مناضلة عن الديمقراطية. ادي اليمن وحال اليمن دلوقتي زي ما احنا شايفين. لا دي كان مكافأة بقى على مكافأة على دورها المتحدة والتعامل ضد جيش اليمن وفي تمزيق اليمن، لأن الأمريكان أرادوا تحقيق الانفصال في اليمن ما بين الجنوب وبين الشمال. على الناس أن تدرك تماما إن مش كل من يرفع شعارات الوطنية ولا الثورية هو ثوري. يقول لك طب يعني توكل كرمان كانت هتعمل ايه؟ ما كانت تيجي يعني لا ايه المشكلة؟ لا دي جاية بتعليمات من التنظيم الدولي للإخوان عشان تقعد في ربع العدوية، عشان لما يحصل حاجة الحقوا واحدة من اللي حاصلات على جائزة نوبل حصل كذا 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 كذا. وانا توعدت قلت لها توكل لو جيتي في مصر ستلقينا مصير شجرة الدر. والله لو دخلت توكل كرمان من مطار القاهرة لما تمكنت، لا كانت هتلاقي عربية تاخدها ولا مواطن يحترمها ولا شخص هيسيبها آمنة، فكنا رجعناها ده حفاظا على أمنها تجي لها من غيرنا. إنما الشعب المصري ده شعب وطني، شعب عظيم لا يسمح لأحد بالتدخل في شؤونه من بره أو جوه، لا حماس ولا قطر ولا غيره. احنا هنا بنكافح من أجل هذا الوطن. وعشان كده أنا بقول الحقيقة الدور اللي بيتلعب الآن عربيا وتحديدا دولة الإمارات العربية المتحدة، عندنا الشيخ عبد الله بن زايد النهارده اليوم الثالث وقاعد يجري اتصالات ومباحثات، ولعب دور مهم جدا ما بين الأمريكان وبين مصر في موضوع جون كيري. لما قاعد مع جون كيري حط خطوط ثابتة وواضحة وقال له لن نقبل بالتدخل في شؤون مصر بأي حال من الأحوال، لن نقبل بممالئتكم لجماعة الإخوان المسلمين بأي حال من الأحوال، لن نقبل باتخاذ أي إجراءات ضد مصر في المحافل الدولية.